اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ازيكم يا حبايبي عاملين ايه؟ وازيكم يا أحلى متابعين في الدنيا، متابعين قناتي قناة وصفة في مطبخي مع ملوكة. معكم أختكم في الله أم ملك. عاملين ايه يا حبايبي؟ وكل سنة وانتم طيبين. يلا يا حبايبي، لايك وشير. ولو حضرتك اول مره تشوفيني نورتيني في قناتي. اتمنى يا رب بانك تشتركي في القناه وتفعلي زر الجرس على علامه الكل عشان كل ما انزل حاجه جديده يجيلكم مني اشعار. وشرف ليا متابعتكم ليا يا غاليين يا احلى اخوات في الدنيا. يلا بقى نشوف الفيديو بتاعنا. انت دلوقتي بتعملي ايه يا ام ملك؟ انا طبعا دلوقتي هنا معاكم الفيديو دوت يا جماعه، اللي كان باقي الفيديو اللي كنا عاملين فيه اللهم صل على النبي. عاملين فيه ايه؟ انا نسيت والله. اللي كنا عاملين في القرص. وطبعا كنا عاملين القرص مع بعض، والفيديو الحمد لله نزل، والفيديو موجود في القناة لو حد حابب ان هو يشوفه يعني. اتمنى يا رب كده تزوروا كده قناتي وقناتي تعجبكم باذن الله. انا هنا بقى كده يا جماعة بروق بقى اصل الصالة مكان ما احنا خلصنا بقى خلصنا القرص بتاعتنا وسويناها والحمد لله. طبعا الفيديو دوت من رمضان، من اواخر رمضان بس، والفيديو دوت كمان كان تاني يوم عمال ما احنا عملنا ما احنا عملنا القرص. كان قبل الوقفة. اللهم صل على النبي. قبل الوقفة بيوم، يعني كان صبح كده الوقفة. والحمد لله كده طبعا انا قلت ايه اشوف بقى الم الحاجه ديت، لان طبعا سبت كل حاجه يوم ما كنت بعمل القرص معاكم. الفيديو اللي هو نزل يعني ده، انا طبعا يوميها بعد ما عملنا القرص وسويتها، عايزه اقول لكم ان انا على ما خلصت كنت خلصت الساعه 7 الصبح طبعا. وطبعا سبت كل حاجه زي ما هي، وبعدين دخلت نمت. وكان تاني يوم بقى بعد يعني كده، بعد ما فطرنا وخلصنا كده الصلاة بتاعتنا، رحت قايمة بقى قلت ايه اروق الصالة، لان كانت كل حاجة زي ما هي فيها. يا دوبك انا حتى القرص شلتها كان تاني يوم الصبح. لما قمت يعني كده رحت شايله القرص في قلب كيس، وقلت ايه لما اشيلها في قلب يعني كده اللي هو الفريزر، عشان خاطر تقعد بقى معانا وكده. ولما نيجي نبقى عايزين نطلع منها نطلع منها ونسخنها عادي في صينية في الفرن، تبقى كأنك لسه عاملاها. بتبقى جميلة برضو. طبعا الفيديو بتاعين القرص طبعا موجود في القناة، لو حد حابب ان هو يشوف الطريقة بتاعتي ان انا كنت عاملة بيها القرص ازاي. وطبعا ده كان تاني يوم بقى زي ما قلت لكم كده، كنا بالليل يعني، كنا بعد الفطار وبعد ما صلينا الحمد لله، لان كان اليوم ده كان فيه شغل جامد جدا. عايزة بس أقول لكم أول حاجة إن أنا هنا كنت باغسل المواعين. ما كانش في مواعين خالص، لأن الحمد لله كان المطبخ كان نضيف. أنا طبعًا بعد ما إحنا فطرنا وصليت، رُحت داخلة غسلت المواعين اللي إحنا فطرنا فيها. ومش فاكرة يوميها والله كنت عاملة أكل إيه، المهم كان في يعني إيه حبة مواعين كده رُحت إيه غاسلاهم. هنا ما كانش في فاضل إلا الحلة الصغيرة وبس، الصينية ديّة أنا كنت مبوشاها، وقُلت كده إيه أسيبهم يبوشوا. وإحنا هنا بقى كده باغسل بقى، كان في كوبايتين شاي بس كده، الحِلَى المكان اللي إحنا إيه، الحِلَى اللي كانت فيها بقى الحاجات بقى القُرَص، اللبن والسمنة والكلام اللي أنتم عارفينه دوّة، والصواني بقى الكبيرة اللي أنا سوّيت فيها. والصالة بقى كان فيها بقى الألواح زي ما أنتم شُفتوا كده، ورُحت ودّيتها لأصحابها. وطبعًا روّقنا الصالة، ورُحت إيه كنستها ورُحت لمّعتها كده الحمد لله، ودخلت على بقى المطبخ زي ما أنتم شايفين. طبعًا اليوم ده كان يوم عايزة أقول لكم بقى إيه، اليوم ده كان يعني كان صعب جدًا، لإن أنا طبعًا في نفس اليوم ده يا جماعة اللي أنا صوّرت فيه معاكم اللي كنت عاملة فيه الكفتة بالنهار قبل الوقفة بيوم. كنا عاملين الكفتة مع بعض، وطبعًا جهّزناها وشيلناها مع بعض. وطبعًا كنا مروّقين برضه المطبخ فيه كده من على الوش، بس أنا قُلت برضه هنروّقه بالليل بقى وهافرشه في نفس اليوم ده، لإن كان صابح يوم كده الوقفة. وأنا كمان اللهم صل على النبي. قُلت خلاص هاخلّص بقى المطبخ، لإن كمان يعني يوم الوقفة ده هاخلّيه بقى للشقة، لإن يوم الوقفة ده برضه بالليل البنات كانوا بيصبّنوا الحيطان. وأنا بقى إيه، قُلت بقى أخلّص المطبخ النهارده، وأنتم عارفين إن المطبخ عندي يعني ما فيهوش شغل كتير ولا حاجة، لأ أنا بس كنت إيه هاغسل بس المواعين ديّة، وهاشيل بقى الصواني مكانها، مكان ما أنا سويت القُرَص. وهنشيل كل حاجة، المواعين اللي أنا غسلتها هنرصها وهنلمّع الضرف وهنحط كل حاجة في مكانها. والبوتاجاز عندي كان برضه وسخ هنغسله. وإيه تاني، يعني أنا قُلت هاضبّط بقى المطبخ وهنشوف إحنا هنعمل إيه. وطبعًا أنا هالمّعه برضه وهامسحه مسحة كده حلوة وهافرشه بقى، لإني كنت شايلة السجادة بتاعة المطبخ وكنا طبعًا غاسلينها، لإن طبعًا كنا غاسلين كل فرش الشقة. وأنا هنا كنت هاعمل بقى إيه، اللهم صل على النبي. يعني أنا دوبك هاغسل المواعين ديّة زي ما أنا قُلت لكم،
وكمان هنغسل البوتاجاز وهنغسل المطبخ، هنلمعه بقى، الرفوف بقى كان عليها تراب بقالي كام يوم ما عملتهاش. انا طبعا كنت المطبخ ده كانت يعني عندي نضيف الحمد لله، بس طبعا عشان ايديا فيه، وايديا فيه يعني بلمعه على طول، وطول شهر رمضان كل ما اعمل اكل واخش اغسل مواعين بالليل بروح ملمعه الرخامه، وبروح ملمعه الارفف اللي انا عاملاها. وبمناسبه طبعا الارفف، انا طبعا الارفف اللي انا عاملاها عامله فيديو ان شاء الله كده، هقول لكم انا عامله الارفف ديت ازاي. ان شاء الله كده انتظروني، هبقى ان شاء الله هنزلها لكم، لان انا كنت مصوراها قبل رمضان طبعا زي ما انتم عارفين. انا كنت موضبه المطبخ بتاعي دوت قبل رمضان باسبوع متهيألي، وطبعا نزلت الفيديوهات، واللي انا كنت الشغل يعني بتاع المطبخ عندي اللي انا كنت قلباه كله كده، جايباه من فوق لتحت وكنت مصبنه فيه كل حاجه، ظهر المطبخ بالبوتاجاز بالمطبخ من جوه، وطبعا الرفوف اللي انا عاملاها الخشب اللي انا طبعا قلت لكم عليها، وكل الفيديوهات دي كلها طبعا منزلاها. لو انت لسه جديدة معايا خدي كده جولة عندي، هتلاقي الفيديوهات دي جميلة جدا هتعجبك، وهتاخدي طاقة وتاخدي معلومات مفيدة جدا هتنفعك في مطبخك. وطبعا ما تنسونيش بقى في اللايك والشير يا حبايبي، وتشجعوني كده بكلمة حلوة ودعوة حلوة منكم، وربنا يا رب يخليكم ليا يا رب. احنا هنا بقى كده ايه، زي ما انا قلت لكم ان اليوم ده كان خلاص يعني قبل الوقفة بيوم، يعني خلاص كان صبح كده بكرة كده الوقفة. اليوم ده كان يعني متعب جدا جدا، وكنت عملت فيه حاجات كتير قوي قوي. يعني شوفي الحيطان كنا صبناها، وكمان شغل اللهم صل على النبي، الكفتة اللي احنا كنا جايبينها ومجهزينها كنا برضو في نفس اليوم ده اللي هو كان صبح بكرة الوقفة، طبعا كنت مجهزاها معاكم. وطبعا ايه، احنا هنا برضو بنكمل المواعين، الحلة دي اللي كانت فيها اللبن اللي احنا كنا عاملين فيها القرص، والحلة التانية اللي كانت فيها السمنة. دي كلها مواعين حاجات القرص بس يا جماعة، يعني الحمد لله. لان انا طبعا خلصت الصبح لما سويت القرص، كانت الساعة كانت 7 الصبح، بصراحة ما كنتش قادرة اعمل حاجة تاني، وكان عندي دور في الغسالة نشرته ودخلت بقى نمت بقى. وهنا شفت شايفين الحلة من الظهر كده، شايفين الحتة السمرة دي انا عمالة كحت فيها، هي اصلا مش هتطلع، لان دي كانت بنتي كانت عاملة فيها فشار في الحلة دي، وطبعا حطت الحلة زي ما هي كده على السجادة، فهي الحلة باظت، فهي ايه مش هتطلع زي ما انتم شايفين كده. اهو انا بوريها لكم، بقول لكم دي من يعني كده السجادة يعني اتحرقت يعني، لزقت السجادة لزقت يعني فيها. احنا هنا بقى كده ايه، هنغسل بقى الصواني اللي كنا بنسوي فيها. اه نغسل بقى الصواني ديت. طبعا انا هنا كنت عايزه اجيب الصابون، كانت الصابونه عندي خلصت انا بغسل فيها المواعين، انا كنت موريها لكم قبل كده، اللي بغسل بيها طبعا الالمونيا بتاعتنا، الصابونه اللي هي صلايت ديت، بغسل بيها بتلمع الصواني والحاجات دي. انا طبعا ما كانتش عندي، كانت خلصت يعني، ورحت غسلاهم كده بالصابون بقى العادي وخلاص. وطبعا الصينيه ديت انا بسوي فيها على طول، بسوي كل حاجه في الفرن فيها، فهي اصلا باظت يعني، حتى مش هعرف اغسلها، حتى هتشوفوا الظهر دلوقتي معايا هي بقى كده. انا طبعا مخلياها بسوي فيها بس الحاجات مثلا قرص، قراقيش، عملنا اي حاجه فيها، كحك بوتفور الكلام ده. طبعا انتوا عارفين ان انا السنه دي ما عملتش كحك ولا بوتفور، وطبعا عشان كنت تعبانه، فانا طبعا ما عملتش بس لازم الا بس يعني قرص. واحنا هنا بقى كده جبت الفوطة رحت فرشاها على الرخامة كده، وهصفي بقى عليها زي ما انتوا شايفين كده. يلا يا حبايبي فين اللايك، يلا يا حبايبي شجعوني كده باللايك يلا، واكتبوا لي كلمة حلوة تشجعني كده عشان اقدر انزل فيديوهات معاكم واقدر استمر معاكم. وانا طبعا بشكر كل الناس اللي معايا، وبشكر كل الناس اللي عندي، كل الناس اللي دخلوا عندي القناة جديد، بقول لهم تشرفتوني ونورتوني، وان شاء الله قناتي وعيلتي هتكبر بيكم بأمر الله. وانا طبعا واثقه فيكم وواثقه في كل الناس اللي معايا ان شاء الله قناتي هتكبر بيكم بامر الله. يلا يا حبايبي شجعوني كده. احنا هنا خلصنا كده المواعين زي ما انتم شايفين كده، هنروح بقى على البوتاجاز، هنصبن بقى البوتاجاز. طبعا زي ما انتم شايفين ال- البوتاجاز اللي احنا فرشينه دوت فرشينه من يعني قبل رمضان. وانا طبعا ان شاء الله كده انا طبعا بغسلها كده على طول، ويعني بتنضف، بس ان شاء الله بقى يعني شوية كده وهاشيلها بقى، وهنغسل بقى البوتاجاز من فوق ومن تحت كده. أي نعم هو نضيف على فكرة مش وسخ، لأن أنا كنت عاملاه زي ما أنا قُلت لكم مع بعض، بس بقى إيه، أنا هاشيل بقى الورقة ديّة وشوية كده هنغسل بقى مع بعض، هنغسله بقى يبقى كويس كده، نغسله حلو كده غسلة حلوة.
طبعا الورقة دي نفعتني كتير قوي في شهر رمضان، يعني بمسحه بس كده بيبقى نضيف زي ما انتوا شايفين كده، هي الورقة نضيفة ما فيهاش اي حاجة. ومسحت بقى البوتاجاز طبعا عشان ان انا هفرش بقى، كنت هفرش في اليوم ده المطبخ، عشان هفرغ نفسي يوم الوقفة، يبقى ميبقاش ورايا حاجة الا الشقة، يعني فرش الشقة بقى ونعلق الستاير، وكان يبقى ورايا حاجات كتير برضو يوم برضو الوقفة. وبرضه هنعمل برضه فطار زي ما انتوا عارفين، يعني ببقى مقسمة، يعني مقسمة وقتي ومقسمة أيامي كده. وبرضه البنات بياخدوا مني برضه وقت، مثلا بحميهم بقى والبسهم. وربنا يخلي يا رب أولادكم جميعا يا رب ويحفظهم، وكل سنة وانتم طيبين. وادي العيد بقى مشي، ورجعنا بقى للأيام العادية بتاعتنا. وطبعا ان شاء الله هتشوفوا معايا روتينات جميلة جدا ان شاء الله بإذن الله، بس انتوا شجعوني كده واعملوا لي لايك، وطبعا اشتركوا في القناة عشان يوصلكم مني كل جديد. واحنا هنا بقى كده هنرص المواعين كل حاجة في مكانها بقى، عشان نشوف الشغل اللي جاي هنعمل ايه تاني. يلا يا حبايبي صلوا بينا على النبي ويشجعوني كده بكلمة حلوة. انا هنا بقى ببدأ ارص كل حاجة في مكانها زي ما انتوا شايفين كده، بسم الله ما شاء الله. اهو برص بقى كل حاجة المواعين كده كلها مع بعض كده، واشيل كل حاجة في مكانها. اهم حاجة ان احنا المطبخ ده يا جماعة لازم يكون ايدينا فيه على طول، يعني انا الحمد لله طول شهر رمضان ايديا في المطبخ والدنيا رايقة والدنيا حلوة معايا. لان انتوا عارفين طبعا المطبخ دوت اللي انتي ست البيت بتقضي فيه كل الوقت، يعني نص اليوم بتقضيه في قلب يعني المطبخ، يعني انتوا عارفين، مش الشقة يعني. طبعًا زي ما أنتم شايفين كده طبعًا إيه، بدأت إن أنا أشيل كل حاجة في مكانها، وأروح إيه، ألمّع بقى، زي ما أنتم شايفين كده بقماشة كده نضيفة، وباروح بلّاها وبارجع تاني أروح إيه، ماسحة كل حاجة. طبعًا الرف اللي أنا عاملاه دوّة، اللي أنا حاطة فيه حاجات الشاي زي ما أنتم شايفينه كده، أنا طبعًا اللي عاملاه دوّة ما كانش كده، دوّة رف خشب أنا عاملاه. وطبعًا بنمسح بقى كل حاجة كده، ومخلية كل حاجة دي شاي وسكر في قلب الصينية ديّة، وكمان البُن أنا حاطاهم كده مع بعض، ودوّة شاي كده أخضر لحد إن شاء الله كده، أنا طبعًا كنت باشربه بس منعته الأيام ديّة عشان خاطر شهر رمضان. إن شاء الله كده نرجع نعمل بقى الرجيم مع بعض، وإن شاء الله كده اللي عاوز يبدأ معايا بقى نبدأ الرجيم، تكتبوا لي وتقولوا لي مين اللي هيبدأ معايا، عشان إن شاء الله أنزّل الوصفات اللي أنا إيه، أستعملها في يعني أيام الرجيم بتاعتي بإذن الله. ادعوا لي بس كده ربنا يقويني. وإحنا طبعًا كنت أنا باقول لكم أنا صعبانة عليَّ أشيل الزينة ديّة وأنا مش هاشيلها، ما باحبش أشيل الزينة، يعني أنا فرحانة بيها ومخلّياها. مش عايزة إن أنا أشيلها. هنا بقى الرف دوّة برضه، دول أنا كنت عاملة رفين كده، واحد كبير وواحد تاني وسط كده تحتيه بشوية. طبعًا أكيد شفتوه معايا في اللي يعني متابعني. ده طبعًا بالمّعه، نزّلت كده كل حاجة ورُحت إيه بالمّعها كده، زي ما أنتم شايفين كده بالضبط. طبعًا الرف ده أنا حاطة فيه إيه، حاطة فيه المشروبات، يعني حاطة زي الحلبة، زي الكاكاو، وحاطة السحلب، زي ما أنتم شايفين كده. زي ما أنتم شايفين كده لمّعت كل حاجة ورُحت إيه حطيتها. وده هنا أنا باقول لكم خلّيه هنا على يعني الرخامة، خلّيه كده يدّي كده إيه ديكور يعني حلو. هنا بقى بالمّع كده كلّه زي ما أنتم شايفين كده، تلميعة يعني كده خفيفة، لإن أنا طبعًا إيديّا طول شهر رمضان في قلب المطبخ على طول، بس كان بقى لي كام يوم مش كنت عملته، كان عليه بقى تراب. أنا كده إيه كنت باروح باغسل الحتّة ديّة وباجي إيه أروح ملمّعة كده بيها. أنا طبعًا مجرية المقطع علشان إيه الفيديو ما يطولش عليكم. أنا هنا بقى الرف التاني دوّة أنا طبعًا حاطة فيه هنا بقى إيه، حاطة فيه العلبة اللي أنا حطيتها ديّة حاطة فيها النشا، والعلبة التانية حاطة فيها شعرية زي ما أنتم شايفين كده، وأنا لقيتها يعني خلصانة قُلت أجيب كيس كده وأروح مفضياها زي ما أنتم شايفين كده. ليه؟ باحب الحاجة تبقى سهلة كده قدّامي على طول، لمّا آجي أعمل رز تبقى كده إيه، آخد حبة الشعرية من العلبة على طول على يعني الحلة. والعلبة الصغيرة ديّة اللي أنا ماسكاها ديّة زي ما أنتم شايفين كده، حاطة فيها بقى الأكياس البيكنج باودر وفانيليا، ويعني الحاجات دي حاطاها في قلب العلبة كده زي ما أنتم شايفين كده. وإحنا هنا بقى كده لمّعنا الرف وخلّصنا الأرفف الحمد لله. وهنا كده خلاص المطبخ بتاعنا كان يعتبر كده إيه، بافنّشه أنا كده. وطبعًا الأرفف دي أنا طبعًا إن شاء الله أنا عاملاها،
وكنت مصورة لكم فيديو برضه، بس طبعًا جه رمضان بقى، دخلة رمضان، وطبعًا عارفين فيديوهات رمضان، وأنا كنت عاملة فيديوهات قبليها مصوراها نزّلتها الحمد لله، وإن شاء الله هانزّل لكم الفيديو، انتظروني إن شاء الله كده، الفيديو بتاع الأرفف أنا عملتها إزاي، وطبعًا علّقتها إزاي برضه، هتشوفوها برضه إن شاء الله، هانزّلها لكم بإذن الله، بس أنتم بس أمانة عليكم شجعوني، شجعوني يالّا يا حلوين كده، وشجعوني بكلمة حلوة، وشجعوني باللايك، وطبعًا ما تنسونيش في دعوة حلوة منكم. إحنا هنا بقى كده إيه، كنا خلّصنا الجزء بتاع المطبخ، هنا جينا ناحية كده الحوض، قُلنا كده هنصبّن بقى الحوض عشان ما يبقاش فيه أي حاجة كمان وسخة. أنا عايزة أقول لكم إن اليوم ده كده كان خلاص كان صابح كده الوقفة، وطبعًا عايزة أتفرّغ إن اليوم الوقفة ده طبعًا الشقة لفرش الشقة يعني، وطبعًا عشان خاطر بناتي برضه، أبقى برضه معاهم، هُم برضه إيه بيلبسوا وبيضبّطوا نَفْسهم برضه، طبعًا أنتم عارفين إن البنات بتاخد برضه مجهود في اللبس والكلام ده، لكن لو عندِك بقى صبيان يعني بيبقى الموضوع أسهل بكتير، يعني الولد يعني يلبس كده الطقم بتاعه كده على طول ويسرّح شعره وشكرًا على كده الموضوع كده انتهى معاه، لكن طبعًا البنات الموضوع بتاعهم طبعًا بيطوّل، وطبعًا بياخد وقت ومجهود. طبعًا ربنا يا رب يحفظ بناتنا وأولادنا جميعًا يا رب، ربنا يا رب يوفقهم، وربنا يا رب يحميهم، وربنا معاهم الأيام ديّة، الأيام ديّة الله داخلين على امتحانات الأيام ديّة أهُمّة، ربنا يا رب يوفقهم. ربنا يا رب يوفّق كل أولادكم يا رب العالمين، وربنا يوفّقهم في حياتهم، ويوفّقهم يا رب في الدراسة بتاعتهم، اللهم آمين يا رب. وهنا طبعًا أنا كنت خلّصت، وده كان شكل المطبخ النهائي بعد ما أنا ما خلّصت الشغل فيه، وكده خلّصت ما بقاش عندي أي مواعين خالص ولا أي حاجة في اليوم ده الحمد لله، وطبعًا كده أقدر كده أستقبل بقى إيه العيد، وأنا طبعًا المطبخ بتاعي كده مستمتعة بيه، وطبعًا راحة نفسية وأنتِ تقدري تُقفي فيه كده، والدنيا رايقة والدنيا كده جميلة، بسم الله ما شاء الله. وهنا كان النهار كان طالع، بُصّوا بسم الله ما شاء الله، كان الجو كان النهار بقى كان طلع الحمد لله. طبعًا أنتم عارفين أيام رمضان كلّها كنا بننام كلّها الصبح الحمد لله. ربنا يا رب يعود عليكم الأيام بخير. وده كان المطبخ بتاعنا، وده كان السجادة طبعًا فرشتها، وطبعًا أتمنى يا رب إن يكون الفيديو يكون عجبكم، ويكون نال رضاكم، ويكون قناتي تكون بتعجبكم، أتمنى يا رب إن أكون ضيفة خفيفة عليكم، وما تنسونيش بقى يا حبايبي في اللايك والشير. يالّا ولو لسه ما عملتيليش اشتراك انزلي حالًا اعملي لي اشتراك تحت الفيديو كلمة اشتراك باللون كده الأحمر دوسي عليها، وفعّلي زر الجرس على علامة الكل عشان كل ما أنزّل حاجة جديدة ييجي لكم مني إشعار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.